بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، النهاردة موضوعنا هو تفسير حلم البنج في المنام. عندما يرى الرائي أنه يأخذ حقنة بنج، بياخد حقنة بنج، والرؤية دي قد تشغل أذهان كثير من الناس. يقول أنا شفت في المنام إن أنا بأخذ حقنة بنج. الرؤية بتدل على إيه؟ الرؤية دي بتدل على السعادة. رؤية أخذ حقنة بنج في المنام تدل على السعادة وتدل على الاستقرار الأسري، وده خاصة لمين؟ للمتزوجة أو المتزوج. تمام؟ بتدل على السعادة والاستقرار الأسري. وكما تشير هذه الرؤية أيضا على رضا الزوجة عن حياتها الزوجية. لو رأت هذه الرؤية بتبشر الرؤية على إنها يعني راضي عن حياتها، وحياتها يعني طيبة ومستقرة بأمر الله تعالى. وإذا رأى شخص ما أنه يعطي نفسه حقنة بنج في المنام، يعني شاف الرأي إن هو بيدي لنفسه هو حقنة البنج، مش دكتور اللي بيديها له، فهنا الرؤية طيبة، تعني أنه سيتغلب على كل ما يحيط به من هموم أو مشاكل، وسينال الهدوء والراحة وينال الاستقرار بأمر الله تعالى في الأيام القادمة. يعني لو كان بيعاني من مشكلة، بيعاني من هم، بيعاني من كرب، سوف يتغلب على هذه الأمور، وسوف ينال السعادة وينال الراحة وينال الهدوء النفسي. وهذا سيكون خلال أيام قريبة من رؤية هذه الرؤية. يعني سواء كان الرائي رجل متزوج، امرأة متزوجة، شاب أعزب، فتاة عزباء، امرأة مطلق، امرأة أرملة، رجل مطلق، رجل أرمل، كل طوائف الناس عندما يرى الإنسان أنه يعطي نفسه حقنة بنج، فهذه الرؤية تشير أنه سوف يتخلص من كل العوائق التي تعيق حياته، من هم، من كرب، من أزمات مالية، أو أزمات في العمل، أو مشاكل أسرية. سوف يتغلب على هذا كله وينال الأيام القادمة السعادة والراحة النفسية والهدوء والاستقرار، وتخلصه من كل التعطيل التي توجد في حياته بأمر الله تعالى. وهذا ما تعنيه رؤية حلم رؤية البنج في المنام، أو أخذ حقنة بنج الإنسان بيديها لنفسه في المنام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.